طيب، سؤال بسرعة كده لكل حد من سني واصغر مني بخمس ست سبع ثمان سنين كمان، يعني من 18 وانت طالع في العشرينات بقى وبتلعب وبتتنطط. هو انت ازاي تتصور مع واحد او يبقى ليك صورة مع واحد مسجون او محبوس، وتنزل له صورة وتقول يا رب فك الحياة، يا رب فك الضيقة، ويا رب هون، ويا رب فك الظلم؟ انت ازاي بتعمل كده؟ يعني انت ازاي بتعلن للعالم كله من حوالين منك ان انت اصدقائك ومعارفك ناس حبسجية ورد سجون، وناس عالة على المجتمع ومجرمين؟ ازاي اللي تبقى منزل الصورة مع واحد وعاملين كده، وحاطط ايموشن الحديد والقلب المكسور اللي هو السلسلة القلب مكسور، ومتقلقش يا حبيبي ان شاء الله ربنا يهون، ربنا يطلعك بالسلامة ان شاء الله يا حبيب اخوك، الحياة ملهاش طعم؟ ازاي كده؟ يعني انت ازاي بتنسب نفسك لانسان مجرم خارج عن القانون في مجتمع قايم على المفروض على الادب والاحترام والتدين؟ يعني انت ازاي شخص زي ده ما تنبذوش؟ ازاي متعاطف معاه؟ يعني ايا كان درجة صداقتكم، مع ان انا متأكد ان انت وهو مش في درجة صداقة كبيرة، انا متأكد ان انت بتحك في ان هو مثلا مشهور قوي في منطقتكم، او عريك قوي في منطقتكم، او العيال بتخاف منه قوي في منطقتكم. فاللي هو انت بتقول لنفسك ايه؟ بتحك في صيته عشان الناس تعرف، زي ما تقول، زي ما تروح تخانق جنب حد كده تقول له ايه؟ تعرف فلان؟ تعرف علان؟ تعرف عيلة كذا؟ اللي هو انت بتحك فيهم عشان ايه؟ الناس تكبر لك وتقدرك وبتاع، مع انك اصلا انت مفيش بينك وبين اللي انت بتقول عليه اسمه ده اي حاجه. فانت ازاي بتبقى شايف ان دي حاجه صح؟ يعني انت يا بني ادم، يا بني ادم المفروض راجل محترم، واهلك بان وانت عيل صغير عايزين يودوك مدرسه ويدخلوك الجامعه ويطلعوك بني ادم كويس، ازاي تكون شايف ان دي حاجه حلوه وحاجه تشرفك وتتشرف بيها، تتشرف ببني ادم رد سجون؟ ازاي؟ ازاي؟ وايه فكره ان كل الناس اللي بينزلوا ان كلهم مظلومين، وكلهم اصل هو كان ضارب ظابط فلفى له قضيه، اصل هو ده كان قاعد مش عارف بيعمل ايه، فالظابط راح جاي كابس عليه وقام حاططهم له عشان بيقفلوا قواضي؟ ازاي كل الناس كده؟ يعني ايه الصدفه العجيبه جدا دي؟ كل الناس مظلومين، وكل الناس في ضباط مستقصدينهم والله وربنا ينتقم منهم يا رب، الضباط ولا 60 كلب دول ان هم اللي اذينا وهم اللي تعبنا. يعني ايه الصدفه العجيبه دي؟ انت بتعمل اعلان عن نفسك ان انت ولا اي حاجه، ان انت حتى دايره علاقاتك كلها مشبوهين وخارجين عن القانون. انا نفسي ما احبش اتصور معاك بعد كده، لان انت متصور مع واحد حبسجي، فبعد كده انا متصور معاك وننزلوا صورتنا مع بعض، يبقى احنا هي دي دايرتنا كلنا مع بعض. ارتقي، انت لازم ترتقي. هتقول لي يا الله يمكن هو مظلوم بجد، يا عم مظلوم مش مظلوم، هي ضيقت بيك الدنيا ان انت يوم ما تحب تنزل صورة وتتكلم عنه ان حبيبك واخوك وي 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 وي، تقول ربنا يهون عليه وربنا يفك الضيقة. على فكرة انا عايز الفت نظركم لحاجة. لما بيبقى في بيت بقى بيت عيلة وفي واحد اتسجن، ما بيقولوش ده اتسجن، لمعلوماتك بس، بيقول لك ده مسافر، ده مسافر في شغل وهو مسجون. يعني اوعى تظن ان دي حاجة ممكن حد يتفخر بيها ابدا او يعلن عنها ابدا، انت بس اللي بتعمل كده. انت بس دماغك جايباك ان انت اللي بتعمله ده صح، او انت كده بتكرمه او بتخلد ذكراه، يعني ان انت في البال والعقل زي ما بيقول لك ايه، مروان ولا حسام ولا اشرف في الدماغ والعقل. جمل عجيبه. يعني ايه في الدماغ والعقل؟ لما هو في السجن كده، امال هو لما كان بقى كان موجود كان بيقعدك على حجره ولا كان بيعمل فيك إيه؟ عشان ابقى فاهم درجه ان انت شاغل بالك بيه قوي كده. انت يا ابني مجنون ولا انت عايز توصل لي رساله ايه؟ عايزك تقعد يعني تعرفني وجهة نظرك ايه؟ انت بتقل بنفسك وبتقل برباية ابوك وامك، وبتخليني احطك في دايرة مش حلوة. لو في يوم من الايام جاي تتقدم لبنت خالتي، لبنت عمي، لاختي، لي انا شايفك في حتة وحشة. انت ما بتطلعش لفوق، انت بتنزل نفسك للقاع. على ايه؟ او ما هي الفائدة العائدة عليك؟ الله اعلى واعلم. مش هقدر ادخل جوه دماغك. وما حصلش ان انا احتكيت بحد من الناس دي، حتى برغم ان هم عندي على الواتساب طول الوقت، ان انا ادخل اساله انت بتستفيد ايه وبتعمل كده ليه. عمري ما سالت حد السؤال ده. يعني يمكن انت دلوقتي تفيدني في الكومنتات لو وصلت معايا في فيديو لحد هنا، رد على انت بتعمل كده ليه. يعني ما هي الفائده اللي بتعود عليك لما بتنزل صورتك معاه؟ ويا حديد ليه معانا عنيد، واخد اخواتنا بعيد قافل عليهم الباب؟ يعني انت بت... انا مش عارف
والله العظيم انا مش عارف انت بتفكر ازاي او انت بتتصرف كده ليه، والموضوع استفزني جدا، لاني بتصدم في كميه ناس عندي على الموبايل، على الواتساب ولا على الفيسبوك ولا على الانستجرام، على الاستوريات بتاع اصدقائي المفروض كانوا معايا في المدرسه، كانوا معايا في الشارع اللي كنت ساكن فيه، في دايره علاقاتي من يوم ما اتولدت لحد النهارده. بتفاجئ ان الاقيه عامل كده، ومفيش حد من باباه ولا مامته قال له يا ابني اللي انت بتعمله ده غلط كده، ولا حد من خلانه ولا حد من عمامه. ازاي كده يا حماده؟ ازاي؟ يعني ازاي؟ يعني ده اللي بيبقى صاحبه داخل كليه شرطه بقى ظابط بيتفشخر بيه، يقول لك ده انا صاحبي فلان، بيتصور معاه الصوره وينزلها. اللي صاحبه بيكون دكتور بيتفشخر بيه، يقول ده انا صاحبي الدكتور فلان. اللي صاحبه بيطلع طيار بيتفشخر بيه، يقول ده انا صاحبي كابتن طيار في شركه كذا. فان انت تكون بتتفاخر بالنوعيه دي، يبقى انت هنا دي الطبقه بتاعتك، يبقى انت بتحط نفسك على الخريطه ان هي دي دايرتك، هي دي مقامك، هي دي الحته بتاعتك. لو اي حد محترم او اي حد بيفهم، صدقني مش هيحب يحتك بيك تاني، لان هيشوفك ان انت هتكون مصدر شبه ليه، هترجعه لورا. زي كده لما الواحد يبقى قاعد في فرح مثلا وقاعد على ترابيزه في 2 3 طالبين ازايز بيره وحاطينها قدامه، وانت قاعد محترم معاهم على الترابيزه، لما تيجي تاخد صوره تذكاريه وتنزل على الفيسبوك، مش هيميزوا هي كانت قدامك ولا كانت قدام احمد ولا كانت قدام ابراهيم ولا كانت قدام اشرف. هي محطوطه على الترابيزه وانتوا قاعدين خمرجيه كلكم مع بعض. فاهم قصدي ايه؟ يعني هي مش هتتحسب، لا ده والله ده ما كنت انا اللي بشرب، ايوه بس قاعد انت قاعد مع ناس خمرجيه بتشرب. فانا عايزك تراجع نفسك وما تعملش كده تاني، وتدرك ان ده غلط. يا عم هو مظلوم، هو ظالم، هو مجرم، هو مش مجرم، ايا كان وضعه، ربنا يصلح حاله، ادعي له دعوه طيبه من قلبك. لو هو مظلوم ربنا يفك ضيقته، بس لا تعلن عن هذا الامر قدام المجتمع، لان انت يا بني ادم انت متحكم في سمعتك، وسمعه اخوك اللي رايح يتقدم لناس، وسمعه اختك اللي في ناس هتيجي تقدم لها، بعد كده سمعه الناس اللي انت رايح تناسبهم، بعد كده سمعه ولادك اللي اهم بقى من كل الناس اللي فاتت دي، سمعه ولادك اللي انت هتخلفه. واي مفك بينضرب في السمعه ما بيتنسيش. هو ممكن الايام تمشي وتعدي والناس تتعامل معاك عادي وتظن ان خلاص ده كل حاجه اتنست، انها مفيش حاجه بتتنسي ابدا. اللي بيعمل حاجه بتفضل محسوبه عليه، الحلو والمر بيفضل محسوب عليه طول العمر. فلو انت الحاجات دي ما تفرقلكش انت، ما تعنكش انت، مش مهمه بالنسبه لك، صدقني كده عندك حد منك انت، منك من لحمك ودمك تفرق معاه، امك، ابوك، اخوك، اختك، ابنك، بنتك، الناس اللي انت هتناسبهم. يعني مراتك مثلا قدام اختها، قدام بنت خالتها، قدام بنت عمها، قدام اخوها، ممكن حد يعايرها بيك. جوزك الشمام واصحابه، ايه الناس الشمامين اللي جوزك بينزلهم في حاله الواتساب ده؟ انا والله كل ما اشوفهم استغرب. مثلا. فراجع نفسك، راجع افكارك، ادرك اللي انت بتعمله ده ما يصحش، ما يصحش. السلام عليكم.